بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأيام المباركات في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد فيه ندوات عن علماء الزواوة، يعني إمسناون نتمورث النغ. أول ملاحظة نقولها بلي لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال يلهاون يسن القيمة قرقازن ذين يشبح نسواطاس أخاطر العلماء يقزوار نغر الدوني ثقير دوني سنكوني زوارن ذي مسنوان ذي العلماء ذي المشايخ أتصل السن أدفضرض أبو يعلى الزواوي ذيون يذوراري مقرانا يديجان لا فرض الدوني ثقي أدفضرض أبو موسى عمران كيف ذيون ديجان لا فرض مقران أدفضرض الشيخ المولود الحافظي كيف ذيون ذا أبو ذرير ذا مقران أدفضرض الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري، الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري، وقد ظهرت كتب يعني تفصل في ترجمة هؤلاء الأعلام، منهم كتاب الشيخ محمد صالح الصديق حفظه الله تحت عنوان الشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري. أدفضرض ناصر الدين المشدالي، أدفضرض أبو الفضل المشدالي وندي يعني عالم متقن للقراءات، وكذلك هو فقيه وأصولي. أدنفذر وينو مقارن الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي يقموثن هذه سنة 743 هجرة وقيس قث من قلات سيقيسي الجهة عين الحمام، اسمه الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي. بالمناسبة هو فقيه وأصولي، يعني من العلوم التي أبدع فيها علم الأصول الذي نشرحه كتابا من كتبه في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد اللي هو الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي. فضلا عن ذلك عرف بذاكرته الحافظة، ويروى أنه حفظ سيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل في 3 شهور ونص. يعني الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي سقات المنقلات يطوف كتاب ثنين سيدي خليل يخدميت الشيخ خليل ومن قال كل سيدي خليل مختصر فقهي، وقي أيضا من الكتب المهمة جدا من أمهات كتب الفقه المالكي. يحفظت ذي 3 شهور ونص، ماشي لين سهلا، ولكن الله يبارك ذي زيك سلقلة، ولكن سعن في سمين في الفقه سعن في سمين في الدين. وقي قارن الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي إلا ومقارن أبو الفضل مشدال نهضرت في اللاس، وكذلك إلا ومقارن الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي. وقي الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي أولا ثدر في سكة مغليس أثمغليس نسي دوسا عند دوسا ذي سيدي عايش في قايث وقي سقيوني مسنون مقرانا إذي جال لاثر ذي الدونيث ثم زواروث أنواع إثي الصغران أنسقسي في الشياخيس بارك الله فيك سي شيوخ إثي الصغران الصغريث يونو مقارن سيدي أحمد بن دريس وقي في السمان توارثي مع مرث زاوية سيدي بن دريس زاوية سيدي أحمد بن دريس. سبحان الله. والسنة عدان اللي غدي تونس روح غير تونس زرق دخل دايلول بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون خدماس دينا ماشي محاضرة كلمة مختصرة ني غاسواقي مشهور زرق دايلول المدرسة ثم زور ثم داي الصغر عبد الرحمن بن خلدون العلامة العالم الكبير ما إلى ذي علم اجتماع عالم من العلماء ذي علم الاقتصاد كيف ذي العمران في تاريخ العلوم، يعني ولاش ويدي يهضر في تاريخ العلوم من تسا ميدي يهضر في علم الحديث إفكا يغد الله يبارك تاريخ مدقق. أما في علم الأصول كما أشرنا فيما سبق حينما قدمنا لموضوع جمع الجوامع ذكرنا ما قاله الإمام العلامة ابن خلدون وهو يؤرخ لعلم الأصول ويذكرنا بما قام به الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فيما سبق. ابن خلدون هو تلميذ من تلاميذ سيدي أحمد بن دريس. فغادي أحيانا
التلميذ مشهور أكثر من الشيخيس، ولكن أمر ذي الفغي أكن يبغوا إلى التلميذ يسعى القدر والسيارة فضل للشيخيس. يا أخي قالك الفضل للسابق وإن أحسن اللاحق، وين كان زوارن يسعى الفضل ذا مقران، ولا ما وين ثيدي ذبعان وين ثيدي لحقا، ولا نسيت ذبعا بريد ديال جروم زوارو يرنا أبدع فيه ربي ميغدينا ديال القرآن الكريم في سورة سيدنا من بعد سيدنا مكنوي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربي غي السلمذ باش نفتسوا فضل السابقين الساقي من في العلماء المشايخ نزلنا وكذا باش نفتسوا الفضل نسن وسي قراي ونسي ثلاث ذات مسني ثلاث كنت نغ الشيخ أبو الفضل مش الدالي أتقن القراءات قراءة العشر إسشميتي دغال الجزائر مع انتهى الشيخ النغف كان سازال علوم القرآن أثن علم من علوم القرآن علم القراءات أثن تنسى سؤال الفضليس غاس الساقي ونسقي المزين باسا يصوضي ربي سبحانه باش يتقن القراءات ولكن لا ينسى فضل السابقين. الآية ما نسيت السؤال عند دوس الآية قدنا كثيرة سورة ربنا لا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا سورة الحشر تماما. رقم الآية لا 10 رقم الآية شفوثاس رقم 10. أم بعد أدو غلغ ثورة إلى الشيخ وايض يصغر ذا الشيخ عبد الرحمن ثعالبي وكذا من شيوخ الشيخ الوغليسي. باختصار الشيخ الوغليسي أبدع في كثير من العلوم، من هذه العلوم التي أبدع فيها علم التفسير، تفسير القرآن الكريم. بالمناسبة الله يبارك فاتت كتب على المفسرين الجزائريين يعني وقاذي يتخصصن ذي علم التفسير، مثلا صاحب الجواهر الحسام الشيخ عبد الرحمن الثعالبي. يعني عندنا علماء اللي تخصصوا في علم التفسير، منهم الشيخ الوغليسي عرف في الفقه يمكن قصدا بغاو ندينيغ باللي قبل أن يبدع في علم الفقه أتقن علم التفسير، لأن المعروف في أعرافنا السابقة شيوخنا كانوا يركزون على القرآن وحده أي غار ثقي منهج مغاربي صغارين القرآن وحدس بلك الساقين لو قالشينها وصغارين كان القرآن وحدس. الشيوخ النغسعان الحق ميم الكوتي لا ميثودولوجي إلا قال يكشم القرآن وحدس ميكشم وحدس أكدي سوجد المخيش ياكل العلوم ما إلا من البدايات تشكشوكا يتشورك العلوم وكذا يزمر وتطفذ كيون. لذلك الشيخ نغي مزورة حرشل أشقارن اللاغي سيد مرني سقرو يسوى القرآن وحدس هذه قيمة كامل القرآن ولكن من بعد مش تكملا الصغارين من بعد العلوم النظام الصغر تجرمت باش هذه السن تعرف الصغر ياكل العلوم المتون وياض والمتون هي مختصرات بما فيها لمية الأفعال تجي ذا صغارين سمزورة تجي السلمذ أمشي نفهمتها ذا المتون الأصولية أين كسلمة كثيرة في علم الأصول الدالة الإسلام كان علماؤنا يعملونها أولا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ثانيا في فهم مقاصد القرآن الكريم. إذن الشيخ الوغليسي أبدع في علم التفسير في تفسير كلام الله تعالى. ولكن تعلمون ذي الزيك ولاش الوسائل مثورة زيك كانوا يعتمدون على التلقين في تبليغ العلوم. زيك الحلقات لا يسعن الشيخ هذه صغاراي ماشي مثورة إلا تاويل إلا الانجسترمون إلا نستوليين إلا الكاميرا إلا المطابع وكذا ماشي مثورة. لذلك تصل العلوم غدجان وتصل الأثار روحنت، ولكن نقلت إلينا بالتواتر. وربما الوقت لا يسمع وإلا نعطيكم بعض الأدلة القاطعة. حتى والشيخ بن باديس الله يرحمه حينما فسر القرآن الكريم رجع إلى كتب هؤلاء الشيخ رزق الشرفوي الأزهري نكفى الشرح ينسن الموطأ
يشرحيه في حفل بهيج معروف أتمه. أيضا اعتمد على مقولات الأولين، والأدلة موجودة سيأتي بيانها في الوقت المناسب. إذن علم التفسير. ثم أبدع أيضا في علم الفقه. علم الفقه يعني صاحب الوغليسية، المنظومة الوغليسية، فهي معروفة. وإن شاء الله الأمل قائم باش هذه المنظومة تدرس نسيرم أديسوس أين ديجا الوغليسي يشرح مدنيغ المنظومة. الشغل المنظومة تقوم إسلامك منظومة ابن عاشر ذي الفقه، نغ المتن يخدم ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، نغ متن سيدي خليل وكذا قيت المتون. وثقيل المنظومة يخدم الوغليسي الشيخ الوغليسي منظومة دقيقة. العلماء الذين أثنوا عليه الناس بلي المنظومة تعد من المنظومة الرائدة. إذا قبيلي انت عرفت ذا قبيلي، ولكنه تعمق في فهم اللغة العربية وأسررها، ومما مكنه من صياغة هذه المنظومة صياغة دقيقة. أمر آخر مهم جدا أنه كان يلقب بشيخ الجماعة، فانفرد بها. الشيخ أبي معطي الزواوي أكيد فيه محاضرة عليه. بما تميز ابن معطي الزواوي؟ بالألفية. ابن معطي بالألفية. الشيخ أبي يعلى الزواوي بما تميز يا أخي درس هنا. نعم، كتاب الجماعة تميز به. وهذا الشيخ الوغليسي تميز بشيخ الجماعة. عودة إلى الشيخ أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي رحمه الله. الند باللي إذن ذكرنا بعض شيوخه وذكرنا العلوم التي أبدع فيها. بدأنا بعلم التفسير، ثم علم الفقه، منظومة الوغليسية التي أثنى عليها كبار العلماء في زمانه. خاطر ذاك بين قوسين لأن العلماء عايشين دي زمان من سلطان العلماء العز بن عبد السلام وفلان الآمدي وغيرهم من الأقطاب، الإمام النووي، الإمام الذهبي، الأئمة الكبار. ولكن للأسف لأن العلماء عن الزهر ترجم لهم، ترجمتهم يعني وثقت بالميلو لان دايلو شو يخدموا كذا وكذا. لان ويض مسكين يفلحنا قلنا الثاني في الخاصيه شركتناك لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. ورتسنادين لا باش هذه المشهوريث والو ولا شيء تسنادين راه ولا نتشات نشاط ديال سواد نهضر في لاسنت عند سلطان العلماء العز بن عبد السلام ما دينا من ساعه قطب من الاقطاب اكيني كين يحفظ في الفلاني. وشحال سمحتي ذي مكة المكرمة وين يروح مكة المكرمة أذي يروح المكتبة عند ديلول النبي صلى الله عليه وسلم خميس عند ديلول ثورة المكتبة اسم مكتبة مكة. طبعا الدخول إلى هناك ماشي ذاني سهل، ولكن وين يوفق ربا ذي وضاردين وروح ناديث قسم المخطوطات سقسي كان الزواوي برك لو كود ينك الزواوي أيث مثلا قيمة ذينك واحد 20 ساعة يعني 3 أيام وفيغ العجب من العلماء النغ يروح نسيا لان وقاذ روح نسيا موثن ذين لان وقاذ ذين نخدم الحلقات وبارمي وقاذ أول من شرح صحيح مسلم ذا قبيلي أنا عمي ذي المدينة المنورة وق شرح الكتاب من صحيح مسلم ذا مزوارو ذا الزيري ذا قبيلي. من بعد لان وقاذ العلماء دينا الحجاز يديف كان الشهادات أكيني أخذت الحديث علم الحديث عن فلان أبي عبد الرحمن مثل كذا وكذا الزواوي. طبعا دائما تسميكتين تاقي اللقبيس أمك سبحان الله يونسي الحجاز الثاني في مهبط الوحي الثاني بعد مكة المكرمة ويقر ويعترف باللي أخذ علما من العلوم كعلم الحديث أو علم الفقه وكذا من واحد من هؤلاء. أسف ما طاس الزواوي قلاندين الشم كان
الزواوي في كاس الكوداكي اكدي السفاق ياكي مسنون انسان ديالنا غطاس ادوالا. الشيخ الوغليسي كذلك كان اماما، تولى الامامه اندى بالمسجد الكبير ببجايه، معنى صافي علم التفسير علم الفقه ارنياس الامامه، كان اماما يؤم الناس عند ذي المسجد الكبير ذي بجايه. ثاني واكتفي بهذا انه تصدى للافتاء، تولى الافتاء، ولكن الافتاء ينس يسعى بعض الخصوصيات. تبعوني مليح الشيخ الوغليسي امشي فتون ثقيله قال احفظ فلاس، هذه هي البصمه لومبرانت ينس إن يشور فتويرا سوى إلى قد تسند القرآن وتسند السنة وتسند الخلاف يقلان يا العلماء ولا شو الزمردارة إلى قد تسند الخلاف يقلان يا الشافعي أبي حنيفة فلان وفلان إلى آخر الإمام مالك، والخلاف يقلنا حتى داخل المذهب. ومراعاة الخلاف هو أصل من أصول المالكية، مراعاة الخلاف هو أصل من أصول المالكية. أثي استخدام مليح الشيخ الوغليسي إلا حاجة نظن مهمة وخطيرة جدا إنك حاضرة تعرف الأعراف مع انتهى ورزمير دارا تشتغل بالفتوى مرسن دار تعرفيت مولاش تكون ضاني الغاشية تهود دا هدو مولاش تحقرض تظلمض وفيك البركة خاطر مرسن دار تعرفيت مشكلة. فلا غادي يسليون انس مسلاي في جمع الجوامع استقبال فين مشاكل جمع الجوامع عرض كتاب عظيم تخدم استعرف استقبالت والجاره تعرف اذا قلت السوره تقبالي تمشي انا نفهم الدلالات اللي مستخدمه تقبالي ذي المحال نفهم. والشيخ الوغليسي كان يفتي ويأخذ بالأعراف ثان دايرو حسين فلوسي نرجو في كثي يون دورث أزرغي مغار نوان أيد في كنت عرفيت بعد دفتو إما إلا تعرفيت نسن وين يغن الزيلة سمانا ما يفارق سلعيفة تدير العقد لا ينعقد البيع لا ينعقد إلى قد يحكم العرف خطر العرف ذا شوث هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. المعروف عرفا كالمشروط شرطا وربي القرآن يدوى أمر بالعرف. ابن القيم فلاس يعرفوا ربي تلميذ ابن تيمية في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة أغوش الصفحة اليسرى شو دينا باب تغير الفتوى تبدل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد. يعني العوائد العلماء من غرفت ترجمة سن باش اسنف كازال نكوني أنورث خاطر الورثة علماؤنا الأوائل وغد تجينا راه ثمور وقت الزمور تريكات جانا غد التريكة النظام تسامو السنين هكا وين يبغانا ذي الوارث ان شاء الله اللي سيسنياك انورث تريكا نسن اسنف كازال واتننشر واتنسنرني اكون يبارك ربي سمحتي ميضولا جاون ثلويث ارثي من الاسلام ربي فلاهم.